السلطه الجزائريه، والله العظيم نتكلم على السلطه درك. فهمونا درك. هاد الناس راهم يسبوا فينا في مواقع التواصل الاجتماعي، في وسائل الاعلام، ليل نهار يسبوا في الجزائر ويعايروا في الجزائر ويشكوا حتى في قدرات الجزائر. الجزائر طفي في النار وما يقول لا لا مازالت شاعله. ومن بعد تستقبل المواطنين تاعهم في البلاد هنا، تعطي لهم العمل، تخليهم يخدموا ويجوا يزاحموا الجزائريين في خبزتهم. فهمونا درك. اذا كانت العداوه تاع السلطه الجزائريه للنظام المغربي غير جاده، قولوا لنا باش نجبدوا رواحنا. انا ما نحركش اعصابي، انا نقعد عامين وانا نحرك في اعصابي ضد المروك اونتي ماروك، ومن بعد نسمع بالمراركه راهم جايين يخدموا في الجزائر عادي، يدخلوا بالالاف. فهمونا درك، فهمونا. العلاقات الدبلوماسيه مقطوعه ولا مش مقطوعه؟ هاد الناس اللي يسبوا فينا راكم تتصرفوا معاهم ولا لا؟ ولا غير احنا مقدمين الشرف تاعنا ومقدمين العرض تاعنا ورافدين ارواحنا على اكفنا، رافدينها نحاربوا فيهم ونحاربوا في الكيان الصهيوني، وفي التالي يدخل المروك يعبر المطار ويروح يجي يخدم هنا في الجزائر عادي، ولا يروح يحرق لي غابه عادي. لازم نفهموا هذه المعادله، لازم يفهمونا فيها، نفهموها، لكن لازم نفهموها. سبحان الله، حنايا نحرقوا في اعصابنا عامين، وانا نحرق في اعصابي عامين، وانا ما خلوا لي عرض، ما خلوا لي شرف، تمرمدت في المعركه هذه، ودائما واقف في الصف الاول تاعها، نتلقى رسائل التهديد من المعاير الدنيا. وليت ربما اكثر شخصيه في العالم تعرضت لهذا التشويه على جال بلادي، وندافع على كرامه بلادي وتراث بلادي، وندافع على الشهداء على البلاد هذه، وندافع، ومن بعد في الاخير يجوا داخلين المرار كامل المطار يزعبلوا. يفهمونا درك، خايفين منهم، شادين علينا حسيفه، ساحرينكم، ما يدخلوش، ما ناش قابلينهم، ما ناش قابلين المراكب في الجزائر، يخرجوا يبعدونا. عاودوا لهم تاع 75، عاودوها لهم، ما نقبلوهمش، والله ما رانا قابلينهم، عاودوها لهم. او سبحان الله، والله غير قال لي اليوم داخلين من المطار، قال لي داخلين يزعبلوا رافدين لي صاك ودو، قال انا جايين نخدموا. انا راني نتعب في روحي انا، والناس يتعب في روحها. ومن بعد غابه تتحرك تقول لي انا نحقق شكون اللي حرقوها لك، هما باينه باللي حرقوها لك. العدو نتاعك داخل عادي، دخل مبارك بحمارك، العدو نتاعك داخل، فاتح له المجال يدخل سون فيزا.